personal pronouns. الضمائر أو البروناونز هي كلمات بتستخدم علشان تحل محل الاسم أو النون، زي مثلا Adam is a good student. He usually passes all his exams. آدم طالب كويس، هو عادة بيعدي كل امتحاناته. لاحظنا هنا إن استخدام الضمير he اللي هو معناها هو بيعود على الاسم آدم. الضمائر بتنقسم ل personal pronouns أو الضمائر الشخصية، و possessive pronouns أو الضمائر الملكية، و reflexive pronouns أو ضمائر انعكاسية، و relative pronouns أو ضمائر الوصل. كل الأنواع دي هنعرفها دلوقتي. تعال نبتدي بالضمائر الشخصية أو personal pronouns. إحنا لما نيجي نتكلم بنفترض دايما وجود شخصين، المتكلم والمخاطب، يعني someone who speaks الراجل اللي بيتكلم، و someone spoken to أو حد الراجل ده بيكلمه. المتكلم ده بنسميه first person، وبنعبر عنه بالضمائر I في حالة المفرد we في حالة الجمع. تعال ناخد مثال. I live in Egypt. أنا عايش في مصر. We listen to music. إحنا بنسمع موسيقى. أما المخاطب فبنسميه second person، وبنشير ليه في حالة المفرد والجمع بالضمير you، زي لما نقول You are a good teacher. أنت مدرس كويس. You skillfully play football. أنت بتلعب كرة القدم بمهارة. أما بقى اللي بنتكلم عنه فبنسميه third person أو ضمير الغائب، وبنعبر عنه بالضمائر he في حالة المفرد المذكر، و she في حالة المفرد المؤنث، و it في حالة المفرد غير العاقل. تعال ناخد مثال على التلاتة. She always comes late. هي دايما بتيجي متأخرة. She puts on a lovely ring. هي لابسة خاتم حلو قوي. It rains profusely. بتمطر بغزارة. كمان بنستخدم they للدلالة على الجمع. They play guitar. هما بيعزفوا الجيتار. وكل الضمائر السابقة دي اللي هي I و you و he و she و it و we و they بنسميها ضمائر الفاعل أو subject pronouns. في بقى كمان ضمائر المفعول، هي دي اللي هنشوفها من خلال الجدول الجاي. subject pronouns، object pronouns I me he him she her it you we us they them. خلينا ناخد أمثلة على ده. أحمد told me that he will buy a new car soon. أحمد قال لي إن هو هيشتري عربية جديدة قريب. Adam called his mother. She told him to come early. آدم اتصل بوالدته وقالت له يجي بدري. Meg speaks 3 languages, so one of the major oil companies offered her a great position. Meg بتتكلم 3 لغات، علشان كده واحدة من أكبر شركات البترول عرضت عليها منصب كبير. The children failed in the exams. Their parents punished them. الأطفال سقطوا في الامتحان، عشان كده والديهم عاقبوهم. دلوقتي هنتكلم عن ضمائر الملكية أو possessive pronouns. هنوضح الضمائر دي من خلال الجدول الجاي. possessive pronouns I mine he his she hers it its you yours we ours they theirs. ودلوقتي تعالى ناخد أمثلة عن إزاي نستخدم الضمائر دي. That house is mine. البيت ده بتاعي. That cat is his. القطة دي ملك ليه هو. That mobile is hers. الموبايل ده بتاعها. These poems are yours. القصايد دي بتاعتك. These shirts are ours. القمصان دي بتاعتنا. These hats are theirs. البرانيت دي بتاعتهم. لاحظنا هنا إننا ما اديناش أي مثال لضمير الملكية it's لأنه نادر الاستخدام.